الحق، ده صلاح خد احسن لاعب في انجلترا. وايه المشكلة يعني؟ ما دي حاجة متعودين عليها. مش حاجه متعودين عليها ولا حاجه، ده صلاح بس هو اللي اخدنا على كده. للاسف بقينا بنسمع الاخبار دي كانها حاجه عاديه جدا. صلاح خد احسن لاعب في انجلترا، صلاح اترشح لاحسن لاعب في العالم، صلاح هداف الدوري، صلاح 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 صلاح، بقى شيء طبيعي. وده يثبت لك ان صلاح اسطوره مش هتتكرر تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايب قلبي في حلقة جديدة من ما بين الشوطين، ومعاكم رزة. كل لعيبة الكورة بتلعب كورة، بس مش كل لعيبة الكورة بتكتب تاريخ. يعني في لعيب كورة وفي اسطورة. عندنا لاعب قدر يغير صورة بلد ودين وقارة كاملة في العالم كله. طب ما تيجوا كده ناخد جولة في قصة اللاعب اللي غير مفهوم كرة القدم في مصر وانجلترا ويمكن في العالم كله. بس طبعا قبل ما نعمل كده انت عارف هتعمل ايه؟ ايوه، هتخلي عندك شوية دعم وتعمل لي لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا مش عارف انت مستني ايه. بسم الله، يلا بينا. قلبي في حلقة جديدة من ما بين الشوطين. محمد صلاح مش مجرد لاعب، ده حالة كونية، ظاهرة، فيلم من أفلام هوليوود بس بالمصري. قصة بدأت من قرية صغيرة في الغربية لحد ما بقى مو صلاح في انجلترا وأيقونة عالمية. صلاح بدايته كانت في المقاولين العرب، وأول ظهور ليه في الدوري المصري كان سنة 2010. انتقل لبازل السويسري سنة 2012 ولعب معاهم موسمين، سجل خلالهم 20 جول وعمل 17 اسيست. وبعدها راح تشيلسي سنة 2014، قعدوه هناك دكة كأنه موظف حكومة، شارك معاهم في 19 ماتش وسجل هدفين بس. فلا، العملية مش نافعة. قام طالع على فيورنتينا في صفقة إعارة سنة 2015 ولعب معاهم نص الموسم تقريبا، سجل خلالهم 9 أهداف مع أداء أكثر من رائع. ده طبعا اللي خلى روما يتعاقد معاه سنة 2015 ويلعب معاهم موسمين، يسجل خلالهم 34 هدف ويعمل 24 اسيست. وتخيل بقى بعد كل ده رحلة المو صلاح لسه ما بدأتش اصلا. نادي ليفربول اتعاقد مع صلاح سنة 2017 في صفقة كلفتهم 50 مليون دولار. وهنا بدأ انفجار محمد صلاح كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. كسب معاهم كل حاجة إذا كانت فردية أو جماعية: هداف الدوري الإنجليزي، الحذاء الذهبي، أفضل لاعب، الدوري الإنجليزي، كأس الرابطة، كأس الاتحاد، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية. وجايب معاهم أكتر من 240 جول في كل البطولات. وطبعا عشان بقى أسطورة النادي، جمهور ليفربول بيغني له الأغنية المشهورة: مو صلاح مو صلاح ذا ايجيبشن كينج. ولو جينا على منتخب مصر، فطبعا أول حاجة هتيجي في بالك ضربة الجزاء الأسطورية ضد الكونغو اللي ودتنا كاس العالم بعد غياب 28 سنة. مونديال روسيا 2018 اللي احرز فيها هدفين، بس للأسف أداء المنتخب خذل الجميع.
سجل مع المنتخب 54 هدف في 95 ماتش، كتاني افضل الهدافين في مصر عبر التاريخ بعد طبعا العميد كابتن حسام حسن. بس بيحصل له انتقادات كتير. صلاح فردي، ليه مش زي ليفربول؟ فين روح المنتخب؟ الحقيقة عندنا هنا ان المشكلة كانت اكبر من لاعب واحد، المشكلة كانت في الادارة والمنظومة كلها. صلاح تقريبا في اخر 7 سنين مسجل نص اهداف المنتخب لوحده. ولو هنتكلم في انجازات صلاح في الكورة، فصلاح عمل اللي مفيش لاعب في افريقيا كلها عرف يعمله. صلاح افضل لاعب في انجلترا 3 مرات، افضل لاعب في افريقيا مرتين، وكان من ضمن افضل 3 لاعبين في العالم سنة 2018، واكتر لاعب افريقي سجل في الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا. بس تعالوا بقى نبعد عن كرة القدم شوية ونتكلم عن صلاح والرمزية العالمية. وهنا بقى مربط الفرس، صلاح مش بس نجم كورة، صلاح بقى رمز. لو اتكلمنا عن تأثير صلاح كمسلم في اوروبا، ففي دراسة اتعملت من جامعة ستانفورد سنة 2019 قالت ان من وقت ما ليفربول اتعاقد مع صلاح، نسبة جرائم الكراهية ضد المسلمين في المدينة قلت بنسبة 19%، ونسبة الاسلاموفوبيا او التغريدات المعادية للمسلمين في ليفربول قلت بنسبة 50% عن باقي انجلترا. تخيل، مجرد انك عندك لعيب ناجح محترم بيصلي واسلوبه راقي، ده غير صورة ملايين عن الاسلام. الجمهور الانجليزي بقى بيغني If he scores another few then I'll be Muslim too. يعني لو جاب جون تاني انا كمان هسلم. If he's good enough for you, he's good enough for me. He's good enough for you, then I'll be Muslim too. If he's good enough for you, he's good enough for me. Sitting in the mosque, that's where I wanna be. صلاح بيسجد في الملعب قدام الملايين بعد كل هدف بيجيبه، وده عمل صورة جديدة للمسلم، مش الارهابي اللي كان الاعلام بيصدره، لا، ده النجم المحبوب اللي بيكسر كل الارقام وقدوة لكل الاطفال. طب بالنسبة بقى لاعماله الخيرية، عمل مدرسة بنات ومعهد ديني وازهري ومستشفى في قريته في نجريك، واتبرع لعلاج السرطان ودعم اسر فقيرة. وفي مصر كلها تبرعات بالملايين، مستشفيات اطفال وحالات انسانية كتيرة جدا. يعني مش بس بيسجل اهداف في الملعب، ده بيسجل اهداف برضه في حياة الناس. بس صلاح قليل الكلام، ليه مش بيتكلم في السياسة؟ ليه مش بينتقد اللي بيحصل في مصر او في العالم؟ صلاح ما خدش مواقف واضحة في قضايا العرب، هو شايف ان افعاله اهم من تصريحاته، وده عادي، ممكن تتفق او تختلف، بس الراجل عمل اللي ناس كتير جدا ما قدرتش تعمله بالكلام. واحد تاني يقول بس لازم يبقى عنده موقف. الحقيقة ان صلاح اختار طريق القدوة العملية مش النشط السياسي، ودي نقطة دايما مثار جدل. من الاخر، محمد صلاح قصة مش هتتكرر بسهولة، مش بس بيكسر ارقام، لا ده بيكسر حواجز وبيصلح صور المسلم في اوروبا، وبقى رمز وقدوة لولاد كتير في اوروبا. في اللي بيحبه عشان اهدافه، وفي اللي بيحبه عشان اخلاقه، وفي اللي بيحبه عشان شكله البسيط وابتسامته. لكن اللي ما يختلفش عليه اتنين، ان صلاح مش مجرد لاعب كورة، صلاح ايقونة بترسم امل جديد للشعب العربي كله. ويا ريت تكتب لي في الكومنتات، هل شايف ان محمد صلاح لازم يتكلم في قضايا بره الكورة، ولا كفاية اللي بيعمله في الملعب وبره الملعب في الخير؟ وطبعا لو عجبتك الحلقة اوعى تنسى تخلي عندك شوية دعم وتعمل لي لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستنوني كل اسبوع في حلقة جديدة من ما بين الشوطين مع رزة، وان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية. سلام.